مصر عبد الله بن أبي بن سلول الحديث الشهير بمحمد أبي حامد اللي بيقول لك القرآن فيه حاجات إيه؟ حاجات وحشة كده وسيئة وفظة وغليظة ما ينفعش نقولها دلوقتي. يا أبا حامد يا أبا جهل مع الاعتذار لأبي جهل كتاب الله ليس فيه ما يستحيا منه. نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. أنت كنت حافظ قرآن؟ أنت كان معاك قراءات وبتدي إجازات؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حوسب الازهر اللي بيتكلم ويقول انتوا بتتكلموا. حاسبتوا محمد ابو حامد؟ حاسبتوا البابا لما قال ماده كارثيه؟ حاسبتوا الذي اساء للاسلام؟ لا. انما لما نيجي نرد لك انت بتعصب ليه؟ واحد بيهاجم ديني وبعد ديني فيه ايه؟ يهاجم ديني، يهاجم ثوابتي. لماذا لم يحاسب هؤلاء؟ القران فيه ما يعتذر منه، القران فيه سوءات، القران فيه كلمات لا تناسب هذا العصر لا تقولها وتخرج من رجل اسمه محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه ومن أمثاله. بنقول يا مشايخ هؤلاء الناس لا يريدون دينا ولا إسلاما، يمارسون المسخ العقلي بترداد الكلام والفكر والمنطق في الإعلام حتى يصبح مقبولا عند الناس، ولن يكون إن شاء الله. آخر حاجة بقى